رايح اقابل عمر الساعة دلوقتي 2. هنخرج كده شوية يعني، نقعد مع بعض بقالنا كتير اوي ما بنتقابلش. كنت عايز اتكلم على حاجة كده قبل ما ابدأ فلوجز. كنت بقعد اقول ان انا فكسان، وان الناس اللي شبهي دي تعبانين، وما كنتش واثق خالص في الباور بتاع الكوميونتي بتاعنا. الباور بتاع الكوميونتي بتاعنا جبار، بس احنا كل واحد فينا كده من جواه في سنة لا يا عم، احنا مستحيل اصلا نوصل للدرجة والباور والدعم بتاع بقية الكوميونيتيز اللي حوالينا. احنا يا عم خلينا يعني نلعب كده في الدرة وعلى قدنا. ودايما كنت بقعد اتحجج كام مرة يا عبد الله اترفضت في كذا شغلانة كان نفسك فيها عشان اللحية، وكام مرة مش عارف ايه. واكتشفت اصلا بعد كده ان انا خدت وقت كتير جدا عشان اكتشف ان انا بدور في الطريق الغلط، وان في الاخر ربنا مش بييسر لي ده عشان ده مش بتاعي، فخلاص يعني مش هيتيسر لك. بس كنت دايما بحط كل الحمل على الكوميونتي. احنا الناس اللي بالشكل دي ما فيهمش حد جامد، بص كل العالم عامل ازاي. بعدين اكتشفت ان الكوميونتي بتاعنا ده جامد جدا والباور بتاعه رهيب. وانا بحب استبرك ليه؟ بحب استبرك جدا ليه؟ علشان زمان في الالتراس كلنا بنلبس تيشيرت واحد ومؤمنين جدا بالتيم. يعني في مره مش هنسى ماتش ديربي كان بين الاهلي والزمالك، كنا مغلوبين 2-1 وبتوع الزمالك احتفلوا وولعوا الشماريخ ومش عارف ايه، واحنا كلنا كان عندنا يقين ان احنا الشماريخ اللي جبناها دي مش هتضيع وهنولعها عشان احنا هنجيب جون. والدقيقه جت 80 واحنا مؤمنين ان الفريق هيجيب جون وعندنا يقين غريب، وتيشيرت واحد وقلب واحد، هوب راح دومينيك جاب جون 2-2 ولعنا الشماريخ. فاكتشفت ان اليقين اللي عندي دلوقتي ده اقوى من كل حاجة، لان اليقين ده مش في واحد او حاجة، ده في ربنا سبحانه وتعالى، وان هو عندنا كلنا. عشان كده لما تشوف واحد لابس استبرق في مكان تجري عليه، عنده نفس الحاجات اللي عندك، عنده نفس الفيجن، عارف الدنيا وعارف يعني ايه، وعارف احنا بنعمل ايه هنا. ده يعني مفهومي لكل واحد بيلبس استبرق، الهوية الإسلامية. عشان كده أنا بحب استبرق، لأن المجتمع ده عنده حاجة غالية جدا زي ما الشيخ أمير قال لي، عندنا حاجة غالية جدا وبنسعى إن احنا نحافظ عليها، وشوية حاجات تافهة هي اللي بتوقعها، على عكس المجتمعات التانية. في حاجة أنا متضايق منها جدا وما كنتش عايز أقولها. تحرير تحرير تحرير، مفيش في فيصل بعد الساعة 2 تحرير خالص، لازم تاخد دقي بعد كده تحرير. مش عارف اركب يا عمر سامحني، مفيش خالص خالص والله. قول لي حوار اعرف ازاي في سواقين بيضربوا البتاع ده، قول لي اعمل ايه اعرف الحوار ده ازاي. مش في زحمه بالبلد، ما بيتعرفش، هو مش في زحمه يعني. انا عارف ان في زحمه. هو العداد بيبتدي ب 4 جنيه. انا عارف اعرف منين ان السواق ده انت بتروح استغفر الله العظيم يعني ضارب العداد. ايه معكش فكه؟ لا 20 ينفع يا مصر عشان مش لاقي ميكروباص ب 2 جنيه ادفع 30 جنيه في التاكس. السلام. خد انا مصر يا حسام. احنا حبينا الفيسبوك قوي الصراحه. والله انا كنا قاعدين انا واحمد ابو زيد، والله كنا قاعدين على البتاع دي تصور، استغل ان معايا فوتوغرافر عظيم وجديد جدا ويصورني صوره حلوه كده يعني. صوره مش بصورش كتير يعني، ما بصورش كتير. ايه ده انا 30 ساعه قدام الكاميرا. هتقدم لنا ايه؟ هتبقى حاجات عن التاريخ، يعني حلقات عن التاريخ الاسلامي، هتبقى على اليوتيوب بشكل مفصل شويه، او على الفيسبوك هتبقى مثلا يعني حاجات مختصره شويه، مثلا شخصيه اسلاميه، حدث معين، يعني خفيفه كده. تبقى الفيديو مثلا بتاع 2.5 3 بس. نسال الله الاخلاص يعني. طيب ان شاء الله هحط اللينك بتاع عمر في الديسكريبشن. يعمل برنامج اسمه الغريب، مش عارف يبقى غريب ازاي بس هنشوف. طيب سريعا كده، نسيت اقول حاجه في الكام يوم بتاع الفيسبوك الايفنت. نسيت اقول ان الفيسبوك بيعمل ابجريد جديد، وهو ان الفيسبوك بيعمل اب جديد هيبقى مخصوص للفيديوز.
يعني هينزل اب للفيديو بس، والاب ده اشتغل على التي في. وانا مش عارف، انا ما بحبش اطلع لايف ليه. ما تنزلش لايف. بس نطلع لايف يعني، نطلع لايف يا جماعه، نطلع لايف. انا وانت مثلا، انت وعمرو، انت بالظبط، مش هطلع لوحدي لايف عشان بخاف. تخيلوا كده ان كل واحد من الناس الجامده قوي دي، مارك والراجل بتاع الجو برو، كل واحد لقى عنده نيد عايز يعملها، فراح مكريت حاجه وبقت نيد عند كل الناس. يعني بتاع الجو برو كان طالع رحله ومش عارف يصور، فراح اخترع كاميرا ومش عارف ايه، وراحت الشركه بتاعته بقت من اجمد الشركات اللي بتبيع كاميرات في العالم، الجو برو الصغيره دي. وبتاع الفيسبوك كان عايز يتواصل مع الناس في الجامعه، فراح عامل بلاتفورم. ايه النيد بتاعتي بقى وايه النيد بتاعتكم؟ هتيجي والله ان شاء الله، بس لما تيجي لازم نديها حقها بقى ونطلعها ومنخافش. عشان لو خفنا هيحصل ايه؟ مش هنعمل اي حاجه في حياتنا. بصراحه انا لو خفت اطلعها تفضل مركونه، تفضل في الضلمه. هيجي غيرك يعمل. طيب احنا دلوقتي هنطلع لايف عند عمر بسرعه الفيسبوك. يعني نقول ايه؟ مش عارف، انت معادني في الارض كده. لا لا مش هنعمل كده ليه؟ اعوذ بالله يا جماعه، شكلنا وحش قوي في التليفون. بص، يا نهار اسود، تليفون رخيص. حلو. إنا منكم إن شاء الله. أنا شكلي أعمل حجامة تاني. ظهري وجعني جدا. ما عملتها المرة اللي فاتت استريحت جدا. بالنسبة لموضوع الفيسبوك اب ده، أنا هحط لينك تحت الارتكل أو لينكين ممكن تقروهم يعني عشان تتأكدوا من صحة المعلومات. حلو اللمس دي، جميله دي جدا. استنى دي تحسسك بالراحة النفسية، هاديه جدا. يلا بينا. هنروح نشوف موبايل عمر وناكل عند الراجل التايلاندي. يعني انا ما برضاش اذي حد. ايه يعني؟ ما برضاش. طيب يا شباب، لا تصوروا فيديو. الناس دي كانت بتسالني انت بتعمل ايه؟ قلت لهم ان انا بعمل فلوجز وكده، وبيعملوا لي سبسكرايب. يا جدعان اعملوا سبسكرايب. الله يسلمك. ماشي يا عم عمرو. سلام. ايه ده؟ ده حلو. انت عارف مساحه داخليه 32، كاميرا خلفيه 16، كاميرا سيلفي 8. يلا يا ابني هموت من الجوع. انا جعان اكتر منك. ادي الجولد والجري، تاخدوا انهي؟ يا ابني اسمع الكلام، خد الجري كده واثق من نفسه وهادي كده. الجولد ده بتاع البنات. جري كده صور للناس. خد الجولد عشان جري ده بتاع البنات. الجولد طلع احلى بكتير. معلش كلام جد اقسم والله. مفيش هنا اي حاجه تصور بيها. انت مبسوط؟ انا مبسوط جدا الحمد لله. دلوقتي رايحين فين؟ رايحين ناكل كواتياو. عشان انت اصلا عزبتني معاك. ليه يا انا حسين؟ فرحان بقى بالتليفون الجديد، فخلاص يعني خلاص. بتصور الجوافة. صور لك الجوافة يا حياتي. ايوه عشان ايه؟ عشان إيه ده؟ تطلع الذكرى. ايه رايك في الاعلان ده؟ يا واد صوره هو والجوافه يا واد. ايوه بتصورها عشان ايه؟ كده حلو؟ كده انت مبسوط بالله عليك. انا كفايه اني شفتك. الله يبارك لك. والله اني شفتك بالدنيا وما فيها. الله يكرمك. عايز حاجه؟ الله يستر علينا. اعمل باي باي في الكاميرا. سيا بيجرب قفزه اوبا. تعبنا معاك يا مصر والله. الدنيا معاك. بس عشان داخلين على فوزي دلوقتي. فوزي مين؟ هو شكله لسه راجع من التدريب بتاع تايلاند ده. شكلنا كده حلو جدا، مش باين مننا اي ملامح. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. كويتي بس. هو ده احنا عايزين اتنين. ماشي. حركات تايلانديين بقى. عمل كده، بص عمل كده. ايه بقى؟ عمل كده. تقريبا دي اتنين بالتايلاندي. وعمل ازاي؟ على فكره انا مش باين. فكره الترابيزه. بصوا يا جدعان، انا هوريكم ايه الحلويات التايلانديه. غريب جدا. قريت لكم قبل كده. بص
البتاع ده ب 2 جنيه. نعم. غريبة. هو اتأخر ليه يا فوزي؟ لقد تأخر الطعام تأخر. أنا بحب إن الثقافات المختلفة وإن أنا أجرب أعيش بطريقة الناس دي. طبعا لو ما فيش حاجة فيها تخالف الدين، فهو بياكل إزاي يا جماعة؟ هو في سمك قدامه وبيض ورز، فهو بياكل، بيجيب من البيض كده ويحط على الرز كده بايديه ويحط السمك كده وبياكل كله بايده، مفيش معالق. لا يكونوا فاهمين يا عم ما يفهمونا، هيضربونا يعني. ولسه راجع من التمرين، انا لسه مصور فلوج ولا. طيب يا للاسف الكاميرا هتفصل شحن، فاحنا بما اننا في تايلاند، احنا في تايلاند دلوقتي والريحه وكل حاجه، فسنعود بعد قليل. سنعود بعد قليل ايه بقى؟ اقفل بقى. في حاجه انا متضايق منها جدا وما كنتش عايز اقولها. عرب's got talent واللي عملوه مش في المصريين بقى، في اي موهبه بيشوفوا ان هي تنفع تبقى مسخه ويطلعوها عشان الناس تضحك عليها. اللي بيحصل اصلا في تجارب الاداء ان هم بيشوفوا الناس وبيعملوا معاهم انترفيو وبيجربوهم مره واتنين. يعني انا عندي ناس صحابي كتير عندهم مواهب ومع ذلك طلعوا، اقول له يا ابني انت ازاي طلعت؟ يقول لي معرفش، هم بيقيسوها على اساس ايه. فانت عملت مع ده انترفيو وعملت مع دي انترفيو وشفت ان هي لا دي تنفع، بيزنس، مجتمع بتحكمهم ماده، دي تنفع، دي هتجيب لي فيوز كتير، ده انا اطلعها عشان الناس تضحك عليها ويتسف. احنا مش كده خالص، عشان كده احنا اجمد بكتير الحمد لله، بس احنا مش واثقين في ده خالص، احنا مش واثقين في ده خالص. والناس مش عارف عايز مغني ايه يجي لي في يحيلي فرحي، ومش عارف عايز مغنية مين تيجي في عيد ميلادي، ومش عارف ايه، ويقعدوا يشيروا ويحصل حوارات كتير جدا، وفي الاخر يوصل للمغني وللمغنية ويجوا. طيب انا دلوقتي بجد والله عايز نفسي يقابل دكتور سلمان العودة، عايز الفيديو يوصل له. انا عندي يقين ان هو لو انا حطيت الموضوع في دماغي هيحصل، بس هل ده هيحصل؟ مش عارف.